الكابتن خالد الغندور. كابتن خالد الغندور من امبارح مش عارف ينام، قسما بالله من امبارح مش جاي له نوم. منزل بوست، يخلص البوست من هنا يروح فاتح لايف من هنا، يقفل لايف من هنا يروح منزل بوست من هنا، مش جاي له نوم. كابتن سيد عبد الحفيظ جه كركب له معدته. ايه اللي حصل؟ كباتن عند الاعلامي ابراهيم فايق بيتكلموا بيقولوا ان اخوان الفينا يشبه الكابتن خالد الغندور. فالكابتن سيد عبد الحفيظ قال لهم لا يا جماعه، هو ممكن يشبهه كلعب وكده وكطول، لكن مش في تقل دمه. مين هنا؟ والكابتن خالد الغندور الدنيا خربت عنده، باظت. يسكت؟ لا، يروح فاتح لايف، يقفل اللايف يروح منزل بوست، خلص البوست يروح منزل البوست اللي بعديه. من ضمنهم البوستات اللي من ضمنها فرق كبير، تطلع تحلل كوره او تطلع ترمي افيهات دمها تقيل، ويبقى دورك تبقى مونولوجيست فاشل. شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ على ذوقك، وشكرا على الناس اللي كانت قاعده بتضحك، وحسبي الله ونعم الوكيل. طيب يا كابتن خالد، يا كابتن خالد الموضوع سهل وبسيط، ده هما قال كلمتين اتنين، انت خارب الدنيا بقالك يومين. ليه يا كابتن خالد؟ في ايه؟ في ايه يا كابتن خالد؟